كلنا شفنا تصريح شفنا تصريح لامين يامال، وقال انه ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون. ليونيل ميسي بعظمته صرح وقال ريال مدريد هو افضل فريق بالعالم بالفتره الحاليه واكثر فريق متوج بدوري ابطال اوروبا. تخيل ميسي بعظمته. منو انت ومن تكون لدرجه ان انت تطلع تحكي على نادي ريال مدريد؟ من انت؟ من هو نيكي نيكول او لامين يامال؟ انت منو؟ يعني انا بدأت استوعب انت منو. انت قدمت موسمين او ثلاثه رهيبات وحملت الرقم 10 اللي هو رقم الاسطوره ليونيل ميسي، واللي هو اسطوره ما حد يختلف عليه ولا اي شخص يقدر يختلف عليه. ميسي مهما كانت الانتماءات، والنادي قدرك ويعتبرك مستقبل الفريق. بعيدا انت ما قبل التصريح هم جماهير برشلونه مسوين حمله على لامين يامال بسبب تصرفاته، وتطلع انت بهذا التصريح. انت تعرف اذا خسرت يوم الاحد شنو راح يصير؟ انت تعرف كميه السب والشتم واللعن والضغوطات اللي راح تصير عليك ما بعد هذا تصريحك؟ انت تعرف سلبيات التصريح؟ تجي وتقول لي، راح تقول لي قناه ريال مدريد قناه ريال مدريد تصرح، قناه برشلونه ترد، قناه ريال مدريد تصرح، ممكن رئيس نادي برشلونه لابورتا يرد، مو طفل عمره 18 سنه يرد. راح تيجي تقول لي كورتوا صرح قبل 3 ايام وقال نيجريرا، كورتوا رد على تصريح لابورتا. انت تلاحظ احنا ماكو واحد قاعد هيجي وطلع يحكي يعني بدون اي اسباب تذكر، يعني مستحيل. اما اذا على موضوع القناه، انا عن نفسي انا ما راضي على القناه. القناه هي اكثر شيء سيء حصل، واكثر شيء ودا يسلط الضوء على نادي ريال مدريد، واكثر شيء دا يسبب لنا ضغط ويسبب انه الاتحاد الاسباني والحكام يشدون ويا ريال مدريد هي القناه. بس بصوره عامه القناه ترد عليه قناه برشلونه او اعلام برشلونه او صحافه برشلونه. لامين يامال هو طفل، وكنا نعرف انه هو طفل بعمر 18 وقبل كم شهر هو دخل 18. فهي التصريحات لا تمثل الا صاحبها. ولكن أنا أشوف أنه الموضوع ينقسم إلى شقين. أول شق أنه أما لامين يامال كان كبش فداء ودفعوا بنادي برشلونة حتى يصرح ضد ريال مدريد ما قبل المباراة، أو يا أما لامين يامال اجتهاد شخصي وحب أنه يطلع يصرح ويثير الجدل، لأن هو هاي عوائده. شوف احنا ما نختلف على امكانيات لامين يامال، وهو يمكن اكثر لاعب متكامل يلعب بمركزه، وكنا نعرف امكانيته، وكنا نعرف شنو يقدر يسوي لامين يامال خلال اي مباراه يلعبها، باي مباراه باي وضع فاحنا بدنا نحكي على امكانيات اللاعب، احنا بدنا نحكي على سلوكيات واخلاق اللاعب. هو لاعب